يا مساء الخيرات على حضراتكم جميعا. على ما يبدو والعلم عند الله ان كان اخر حلقتين زعلت شويه يعني شويه من المتابعين، او ما اعرفش هم متابعين ولا جت معاهم صدفه الحقيقه. المهم كانت الحلقه الاولانيه على السيد الاستاذ المحترم عمرو موسى الدبلوماسي المحترم، والاستاذ الاعلامي والصحفي ابراهيم عيسى، وتعليقي على الحلقه اللي كانت موجوده على قناه العربيه. الحلقه الثانيه اللي كنت بتكلم فيها على التظاهرات والوقفات اللي كانت بترفض في الولاية الشمالية، اللي كانت رافضة وجود السودانيين، ان هم ينزحوا السودانيين بتوع دارفور وكردفان، ان هم ينزحوا الى الولاية الشمالية، وكانوا شايفين ان ده استيطان، وان هم ممكن يعني لو هيشتروا بحر مالهم بدون دعم من الحكومة ان هم يقعدوا معاهم تمام في الولاية الشمالية، او ان هم يأجروا، او ان يبقى في مخيمات او الكلام ده كله. الحقيقة الحلقتين لقيت تعليقات في ناس زعلانة الحقيقة، وانا ما يرضينيش زعل حد. انا في الحلقه بتاعت استاذ عمرو موسى قلت الحلقه ما فيهاش جمله مفيده، الحلقه كلها عباره عن كلام سوشيال ميديا وتعليقات حاجات على السوشيال ميديا، منهم فيديو للسيد عمرو موسى من 2019 كان ردا على عبد الخالق عبد الله، اللي كان بيتكلم على ان الخليج بيحمي 16 دوله عربيه بعد يعني تهميش، او بعد ما بقاش في دور لمصر والعراق، فبقى الخليج هو اللي بيتولى حماية الدول العربية. وكان رد عمرو موسى عليه على الكلام ده ان هو قال له يعني، وانا عرضت لحضراتكم وهسيب برضو لينك الحلقة اللي ما شافهاش، ان عمرو موسى رد عليه قال له ان يعني ايه دور الدول العربية في حماية الوطن العربي والمنطقة غير شراء الأسلحة. الحقيقة كان تعليق الأستاذ إبراهيم عيسى على الأحمري اللي هو بتاع قناة العربية ان استاذ عمرو موسى سنه كبير، عنده 90 سنة، ويعني طب كويس ان هو بيقدر يعبر عن رأيه، او لسه عايز يعبر عن رأيه والكلام ده كله. فانا قلت ان الحلقة ما فيهاش اي حاجة عن اللي بيحصل حوالينا. ايران منهزمة، ايران مش عارفة ايه. بالمناسبة يعني امريكا قالت ان في مدمرتين كده امبارح عدوا، او مدمرة عدت من مضيق هرمز، والناس عمالة تزيط وتهلل وفتحوها بالسرامي وعملوها وقاعدين مبسوطين جدا. ولكن ما قالوش ان ايران جالها كده، الوفد اللي في باكستان جاله كده تليفون اللي هو يعني في مدمرة، قال له 30 دقيقة لو ما خرجتش ده بيهدد المفاوضات، ورجعت عادي جدا ما فيهاش اي مشكلة. يعني في مدمرة عدت ولا ما فيش مدمرة عدت، وما زال مضيق هرمز الى وقتنا هذا مقفول، بس كده. فايران منهزمة. السؤال، انا سألت سؤال معين، هل حد طلع بجملة مفيدة تفيد الأحداث فيما عدا السرديات اللي بتتقال من بعض الشخصيات في الخليج اللي هم بيطبلوا للدول بتاعتهم؟ مثلا حد طلع بحاجة تانية، حد طلع بمعلومة جديدة. وبعد كده عرضت فيديوهات فيها تناقضات كتير قوي الأستاذ إبراهيم عيسى. على فكرة حتى ملف اللاجئين ده أستاذ إبراهيم عيسى ما كانش رأيه فيه زي دلوقتي خالص على فكرة، وده من متابعته، ودي معلومة مش تكهن مش حاجة، دي معلومة، لأن كل واحد برضو يعني أكيد بيبقى عنده شوية معلومات، يعني من متابعته للكميتة على إكس، متابعة صامتة كده. فطيار الكيميتي صاعد، التيار القومي صاعد، الناس بتتكلم على اللاجئين دايما ترند على اكس. فمؤخرا يعني ابتدى يتكلم على موضوع اللاجئين، لكن قبل كده كان بيرحب بالسوريين، كان بيرحب بالوافدين اللي موجودين في مصر، وكان شايف ان هو ده جزء من اللي بيكون الهوية المصرية اللي بينصهر فيها كل الجميع. ولكن لما جينا قلنا ان هو يعني دلوقتي موقف ايجابي في هذا الملف، وعفى الله عما سلف، ما فيش مشكلة عادي، يعني ما فيش مشكلة. كان مؤيد، كانت جريدة الدستور بتاعته اللي هو كان بيديرها يعني، كان الإخوان يعني قايمين بالواجب فيها، وما عادي عديناها ما فيش مشكلة، صلح آراءه. ولكن ده مش تصليح آراء، ده تناقض حسب المصلحة. فأنا سألت سؤال، يعني حد فهم حاجة من الحلقة غير اللي أنا بقوله؟ يعني إن ما فيهاش أي حاجة مفيدة. وحتى لما جابت سيرة عمرو موسى، طب رد في جوهر الموضوع، طب رد على اللي قال ان مصر ما بقالهاش دور، فعشان كده الدول الخليج بتتولى حماية الدول العربية. لكن ده ما ردش، ده جاب على طول سيرة السن. فلاقي حضراتكم تعليق من حد طبعا محترم بيقول الآتي: إذا لم تفهمي أي كلام من مقابلة الأستاذ إبراهيم عيسى في مقابلة قناة العربية فهذه مشكلتك، هي فعلا مشكلتنا. اقرأي التعليقات على المقابلة وستعرفي أن كلامك ليس في محله.
طيب هو حضرتك برضو ما جاوبتش على السؤال وما قلتليش، يعني انا مش مضطرة اقرا التعليقات، كل واحد بيفهم طبقا لاهوائه، ومعظم التعليقات يعني معروف مين اللي معلق على قناة العربية ومعلق ليه، والتهليل والتزييط ده كله علشان ايه. المهم استاذة حياة، المسافة الفكرية بينك وبينه كبيرة جدا جدا. ابراهيم عيسى مصري وكاتب كبير له تاريخ، وكلام عمرو موسى ليس منزل من عند الله، ولا كلام ابراهيم عيسى منزل من عند الله، ولا هو معصوم من الخطأ يعني. فاشمعنى عمرو موسى كلامه مش منزل وابراهيم عيسى لما نيجي ننتقده يبقى المسافة الفكرية كبيرة جدا جدا؟ برضو حضرتك ما ردتش على جوهر الموضوع، ولجأت لنفس الطريقة اللي ابراهيم عيسى قالها على عمرو موسى، ما ردش على جوهر الكلام وراح خابط في سنه، يعني سنه 90 سنة. ما انت برضو يا استاذ ابراهيم مش ابن 17، مش صغير يعني، مش نونة يعني. حضرتك برضو عملت نفس الطريقة ولفينا حوالين الموضوع، وقلت لي ان في فجوة فكرية بيني وبين استاذ ابراهيم عيسى كبيرة جدا. فين الإجابة؟ فين الإجابة؟ فين الرد المنطقي على عمرو موسى قاله؟ مفيش الحقيقة. فأظن إن أنا يعني ما عنديش رد، لأن معظم يعني التعليقات التانية بقى شبه كده: أنت ما بتفهميش، أنت ما بتشوفيش، أنت ما بتعرفيش، أنت. كان في فيديو كانت الصحفية نشوى الحوفي منزلاه، ولكن هو الفيديو طويل شويتين يعني 23 دقيقة تحديدا. فلو حضراتكم حابين مثلا أنزله لكم وهي بتتكلم على إبراهيم عيسى بمناسبة إنه كان عامل حلقة عن الناس مشتاقه لايام مبارك، وانا مش هخش ومش هخوض في النقطه دي، لان حتى الناس اللي شايفه عنده حق والكلام ده ليهم وجهتهم يعني. ولكن لو حابين انزل لكم الفيديو بتاع نشوى الحوفي كامل تسمعوه، وتسمعوا منها علاقته او مش علاقته، ازاي الدستور كان شغال لحساب الاخوان، وان الاخوان كانوا بيشتروا الاعداد بتاعه الدستور عشان يعلوا المبيعات، وعلاقته بالبرادعي دي وتنسيقه للبرادعي اللي لا يصلح لاداره مدرسه ابتدائيه يعني، مع يعني ممكن انتوا حرين، ولكن الزمن اثبت ده. يعني كان في مكالمات مسربه موجوده على صدى البلد. هسيب لحضراتكم اللينك، وعلاقته بالبرادعي وهو كان بينسق له الدنيا ازاي، ووجوده في ميدان التحرير والكلام ده كله، في حين يعني الفجوه الفكريه العظيمه اللي بيني وبين استاذ ابراهيم عيسى ايام الثوره وميدان التحرير والكلام ده كله. انا شخصيا لما نزلت ميدان التحرير نشوف ايه الدنيا، هو ايه الناس عايزه ايه. انا شفت رؤية العين عناصر او ناس معروفة من الاخوان مسيطرة على ميدان التحرير، موجودة ناس معروفة من جماعة الإخوان المسلمين، ويعني من أول ما شفتهم خلاص الميدان مركوب. فهل حضراتكم في من 2011 اللي هو طبعا كان أستاذ إبراهيم عيسى في فجوة بقى عمرية بيني وبينه، وخبرة وثقافة وحاجات كده كتير قوي، لأن في فرق يعني عمر مش كتير الحقيقة، حوالي 16 17 سنة، مش قصة يعني، بس هو أكيد كان عنده خبرة أكتر. ما كانش واخد باله إن ميدان التحرير مركوب من الإخوان؟ زي الشباب اللي كانوا موجودين دول يعني ما كانوش واخدين بالهم، والسكينه سرقاهم والحماسه واخداهم في استاذ ابراهيم عيسى ما خدش باله ان الميدان كان مركوب؟ طب بلاش. داوود الشريان المسؤول السعودي اللي طلب يغير المقاطع او يغير المشاهد بتاعت أرض النفاق اللي موجودة في المسلسل بتاع محمد هنيدي عشان يتعرض في السعودية، وبدلوا إبراهيم عيسى بأسامي مغاوري عشان يتعرض في السعودية. داوود الشريان نفسه طالع بيهلل بعد الحلقة بتاعت إبراهيم عيسى أول امبارح. فيا جماعة ما تحاولوش تستغفلونا فكرة النط على المواقف طبقا للمصالح دي، والواحد ما كانش بيتكلم خلاص تمام ما فيهاش اي مشكلة. لكن هو كلامه مش قرآن، هو مش دين نازل من عند ربنا. لما نختلف ونقول حاجة نختلف يعني بالحجة، دعونا يعني من الفجوة الفكرية وكلمونا عن الحجة والدليل. هو رد على بحاجة منطقية في الحلقة دي، قال كلام منطقي على عمرو موسى، قال كلام صح. طب بلاش كل كلامه اعتراض على الحكومة، واحنا كلنا معترضين على الحكومة يعني، وحاجات كتير بنعترض عليها، اعتراض 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 اعتراض. طب لما بلدك بقى اللي انت يعني خايف على مصلحتها حد بيشتم فيها وبيجيب سيرتها، هل حضرتك بترد؟ هل حضرتك بتجيب سيرة؟ خالص. يعني هو مصلحة بلدي في الاعتراض بس، لكن لما اتهزق واتشتم واتجاب يمين وشمال ما بفتحش بقي، ما بجيبش سيرة. يعني استقيموا يرحمكم الله ولا ايه؟ وطبعا انا مش مختلفة مع صاحب التعليق، لان هو في الاول وفي الاخر حد محترم وقال التعليق، لكن للاسف مفيش اجابة غير محاولة، او يعني الكلام ان انا مش زي ابراهيم عيسى. وطبعا انا مش زيه، كل واحد ليه خبراته مختلفة في الحياة وتعليم وثقافة، كل واحد مختلف عن التاني، احنا مش نسخ من بعض، وده مش تقليل من حد. وعموما انا رأيي او ردي ان ارجوك
اي حد من الناس اللي يعني اتكلمت في الموضوع ده، عايزه نقاط طلعت بيها من الحلقه بتاعه ابراهيم عيسى الموجوده على قناه العربيه، اي ردود منطقيه. وهل في كل الهلمه اللي بتحصل يوميا سواء على قناته او على اي قناه يعني حضراتكم شفتوا اي انتصار لموقف مصري او انتصار لكرامه مصر؟ ولا الهوا ولا اي حاجه. المهم خلينا نروح للنقطة التانية اللي هي كانت بتاعة الحلقة بتاعة السودانيين امبارح. طبعا ناهيكم عن شتيمة الحج والحاجة عندي والكلام ده كله، طبعا الناس دول بيتعمل لهم هايد من القناة لما بيتشافوا، وفي ناس بنكتشف ان هم بقالهم كتير قوي يشتموا، فعلى ما بنلقط شتيمة كده بيكون عدى وقت، يعني خدوا راحتهم في الشتيمة قوي. فطبعا شتيمة والعنصرية وما العنصرية ومش عارفة ايه. المهم بقى ايه، انا مش هرد واقول ايه يعني ده بلدك ما شالتكش عايزني اشيلك انا والكلام، لا خلاص. في حاجة تانية غير ان هم حتى كانوا رافضين النازحين عندهم، يعني كان في نقط مهمة جدا. ليه هم رافضين او ليه هم مش عايزين الناس دي تبقى نزوح عندهم؟ طبعا في ناس في التعليقات برضو قالوا لي نظام قبائل والهوية مختلفة والثقافة مختلفة. يا عم وانا مالي. في ناس تانية طبعا يعني دول مفاجأة. انا بصراحة الحاجات دي بتحز فيا في نفسيتي قوي وبتزعلني ايام طويلة الحقيقة. طبعا انا بهزر ولا ما بيحصلش اي حاجة من دي. كان تعليقاتهم ان احنا اسفين جدا على متابعتك، احنا هنلغي المتابعة. الحقيقة انا مش عارفة يعني ممكن البني ادم يعيش ازاي من غير ما الناس اللي شايفين ان ارض الله واهلا بيكوا يلغوا المتابعة بتاعتهم. يعني انا مش عارفة اعيش ازاي، دي حاجة عظيمة يا فندم. يعني انا لما بشوف التعليقات دي بعمل لها هايد من القناه، انا مش عايزاكوا انا اصلا مش عايزاكوا. يعني هيبقى في الواقع والمواقع انتوا ورايا يعني حاجه غريبه جدا. فاللي عايز يتابع محدش بيضربه على ايده، واللي مش عايز يتابع يعني يا فندم اهلا وسهلا براحتك يا فندم. لكن داخلين تقولوا لي طول عمرنا ارض كرم وبلد كرم ومش عارفه ايه كرم، الله يرحمه، ده هما مش طايقين بعض. المهم عشان ما اطولش عليكم لان الناس دي الحقيقه اخر همي اللي هو يعني كلام عليهم يعني، بس تعليقات غريبه. طبعا هنا بقى انا عايزه اقول للسودانيين الزولات اللي كانوا موجودين في التعليقات يعني وحدث ولا حرج، دول بقى ما تعملهمش هايد ليه؟ عشان اكمل لهم بقيه اسباب ان الناس دي مش عايزاهم ليه. ولكن كلامي مش ليهم، يعني كلامي مش ليهم، كلامي عشان اكمل لحضراتكم هم مش عايزينهم عندهم ليه. خليني اوري حضراتكم بخصوص توزيع النازحين عبر خطط اسكانيه في مناطق مختلفه. هنا الاعتراض ما ضد الناس ولا ضد النازحين، الاعتراض ضد الفكره بتاعت الاستيطان ذاتها. ليه؟ اولا أبناء المناطق المستهدفة نفسهم الزول الداير يمتلك أرض بيمشي يشتريها بحر ماله، وما في دولة بتيجي تسكن مواطن داخل ولاية تانية بخطط مجانية وتتجاوز أهل الأرض الأصليين. ثانيا الناس دي نزحوا من أرضهم قسرا. طيب 200 هترجعوا 200 يعني إمتى؟ هترجعوا ليهم أراضيهم ولا بقى النزوح ده وضع دائم ومفروض الناس تقبل بيه كأمر واقع؟ ثالثا وده الأهم، بدل ما يكون في تخطيط لإسكانهم في مناطق جديدة وما قد يترتب على ده من تغيير ديموغرافي حساس، أليس الأولى إن الجهد كله يتوجه لتحرير أراضيهم؟ يا سبحان الله، حتى في السودان بيقولوا لهم روحوا حرروا أراضيكم وبيطالبوا الحكومة تحرر أراضيهم. أليس الأولى نشتغل على رجوعهم لبيوتهم معززين مكرمين بدل إعادة توطينهم بعيد عن جذورهم؟ وفي الاخر يعني رابعا دي مش مهمه قوي على موضوع الخريطه والكلام ده كله بالنسبه لنا احنا، يعني نحن إذ نطرح هذه الأسئلة نؤكد أن بسبب تخوفنا من هذه التصرفات، وهو تخوف مشروع ومبرر سواء كان فيما يتعلق بتوزيع النازحين عبر خطط إسكانية أو في محاولات تغيير الخريطة والتلاعب بالحدود، من حقنا نقول لأ، ومن حقنا نحمي أرضنا وحقوقنا التاريخية، ومن حقنا نرفض أي سياسات ممكن تفرض واقع جديد بدون إرادة أهل الأرض. والله أنا شايفة السكوت ما خيار والحذر واجب والتمسك بالحق ما جريمة. يعني ده برضو من أسباب الزولات في السودان، الحفاظ على الهوية والأرض والسكان الأصليين. خد بالك من السكان الأصليين دول، وإن هم الزولات بدل ما تعملوا لهم نزوح وتوطنوهم عندنا في الولاية الشمالية، دول هتحرروا لهم أرضهم إمتى؟ هو مش أولى بيهم إن هم يحرروا أرضهم ويرجعوا لأرضهم بتاعتهم؟ يعني إحنا بقى لما بنيجي نقول الكلام ده نفسه اتقال لي طبعا. وفي تعليق واحد أنا ثبته في التعليقات امبارح اللي هو كان بيقول يعني الحقد اللي جواكي للسودانيين. حقد ايه يا بابا؟ طب انت بالذات يا بتاع الحقد اللي جواكي للسودانيين دول، خد بقى الكام فيديو دول.
شايفين العربيات اللي مسكها الجيش في الجبل دي كلها كانت في الدهابة يا جدعان. العربيات دي كلها كانت في الدهابة فوق في الجبل، الجيش مسكها فوق، اللي بيهرب واللي شغال في الدهابة كل دي عربيات. شايفين بقى و2018 و2020 و22 ومعاك 98 ومعاك 2002 و2004 ومعاك موديل 2012 وفي ملاكي في نقل. كل ده الجيش مسكه والحكومة مسكته فوق في الجبل. شايف عربيات زيرو وعربيات مضروبة بالنار وعربيات مولعة فيها وعربيات متفجرة. شايفين طبعا العربيات دي كلها هتطلع على تقريبا كده، هتطلع على جراج الجيزة، عشان في الجيزة في جراج كبير تبع القوات المسلحة بيبعتوا فيه العربيات اللي هي ممسوكة في قضايا وتصفية والكلام ده وكده، بيعيد إعمارها وبتدخل حيز القوات المسلحة والشرطة. كلها دي عربيات ممسوكة فوق في الجبل. شفت يلي تنقرص فيديو العربيات بتاعت الدهابة؟ شفت كمية العربيات اللي داخلة طبعا بتوع المهربين وبتوع الدهب والحرامية والكلام ده كله؟ شفت العربيات اللي الجيش مسكها؟ طب الجيش اللي مسك 84,790 واحد داخلين من على الحدود اتمسكوا، دول بس اللي اتمسكوا، وتقول لي حقد على السودانيين؟ يعني الحقيقة مش عارفة اقول ايه. ده غير طبعا ان انت اساسا ما وزنتش كلامك ان انت الحقد من عندكم انتوا. يعني النهاردة بتقولوا لبتوع دارفور وكردفان بعد المصايب السودة اللي احنا اتكلمنا عنها احنا كمصريين يا مؤمن، بتاعت الاغتصابات وبتاعت القتل وبتاعت السرقة واللي الدعم السريع عملوا فيهم، بتقولوا لهم اشتروا بحر مالكم. يجيبوا حر مالهم منين؟ ومن هنا احب اوضح نقطة مهمة جدا، ان بتوع الجنوب بتاع دارفور وكردفان وكادوجلي والدلنج اللي كانت محاصرة اصلا، مش دول اللي عندنا في مصر، او مش كلهم اللي عندنا في مصر. اللي عندنا بتوع الولايات الشمالية اللي ما عندهمش حرب اصلا، الولايات اللي ما فيهاش حرب. ده غير ان الناس لما نزحت عشان تأجر وتقعد في الولايات الآمنة في السودان، استغلتوهم وعلتوا عليهم الإيجارات والأكل والشرب لدرجة ان مصر بقت أرخص. مصر أرخص لهم. فالحقد من عندي أنا كمصرية، بتكلم على بلدي وبتكلم على مصلحة بلدي وولاد بلدي، والتخفيضات 70% والمدارس اللي عايزين ترجعوا تفتحوها اللي بيتدرس فيها خرايط فيها حلايب وشلاتين يا بجحة. يبقى الحقد من عند مين؟ خلاص بلاش حقد، خلينا نتكلم على الطائفية والعنصرية اللي موجودة عندكم. نسمع الدكتورة دي كده هتقول ايه؟ في مريضة سودانية هي وابنها عنده تقريبا 26 سنة، ابنها مش كبير عندها 41 سنة، فبتقول لي انا عايزه اخلع على السنه دي وعايزه اخلع على السنه دي، وعماله تقول لي ايه التشخيص اللي عندها مضايقها يعني قبل ما تقعد. فقلت لها طيب اقعدي اكشفي. الاول بناخد شكوى المريض الاساسيه هو متضايق من ايه وكده. فقالت لي اصل انا من ساعه لما جيت مصر وانتوا الميه عندكم والحاجات عندكم مش حلوه فاسناني باظت. فانا قلت لها ايه العلاقه انك جيتي مصر بالميه بالاكل بالحاجات دي فان اسنانك باظت؟ مالهاش اي علاقه خالص. فقامت قالت لي لا احنا واحنا في السودان ما كانتش اسناننا كده. بالامانه بدون اي تنمر او اي حاجه، كنت لسه لذيذه واخده الامور اللي هو ايه هرد عليكي بس بالذوق وبتاع. فقمت قايله لها انت لو كنتي في السودان ما كنتيش تلحقي تشوفي اسنانك بايظه ولا لا، لان هي يعني في حرب. عايزه بس احط نوت في نص الكلام ان هي في مستوصف خيري كمان عامل للسودانيين ديسكاونت بتاع 30%. يعني مش بس مصر قوياها وحامياها، مصر مديالها خير شبابها يشتغلوا لها حرفيا برخص التراب ببلاش. الست ربنا يكرمها يا رب اللي بتساعدني في الشغل وبتقدم لي الحاجه وانا قاعده ما بتاخدش الديسكاونت اللي الست دي بتاخده وهي جايه. فقالت لي اصل الميه اصل الاكل، فبدات افهمها ان ده ملوش علاقه وانك مالكيش حق تقولي كده وان مصر ومش مصر. فابنها كان قاعد فبقول له انت هديك اللي مامتك بتقوله. قام رد عليا رد انا مش فاهمه الناس دي بتفكر ازاي. قال لي معلش اصل هي عارفه انك قبطيه فبتتكلم براحتها. قلت له لا ايه علاقه ان انا قبطيه؟ قال لي اصل احنا عارفين ان الاقباط ما بيحبوش مصر. فقلت له طيب مبدئيا كلمه اقباط دي يعني مصريين، فانت كويس انك ضمنتني من وسط الاقباط او المصريين ما طلعتنيش لوحدي، عنصرتني ان انا ايه مش مصريه. يعني انا الحمد لله مصريه شباب زي ثانيا مين قالك ان المصريين ما بيحبوش مصر؟ احنا بنعشق تراب مصر، دي ارضها، دي اللي ياما اتسفك عليها دم اخواتنا.
اذا كان مسيحيين او مسلمين، اذا كان بسبب اضطهاد مسيحيين او بسبب حروب. قال لي ما هو علشان كده انتوا دايما بتتعرضوا لاضطهاد وعنصره من المسلمين فما بتحبوش مصر، وهم مسلمين يعني اللي بيتكلموا وانتم مسلمين. يا حبيبي احنا لو عندنا ربع عشر العنصره اللي عندكم في السودان كان زمان مصر دي مقسومه 30 حته. لكن لما بيجي حد من بره خيال يعني جاب بقى جماعته يحاول انه يوقع ما بيننا وما بين المسلمين، بتلاقي المسلمين واقفين قبل المسيحيين. مصر اللي انت بتتكلم عليها دي ورصت له، وانت قال على اللفظ بقى حطاه ورصت له، مسكته هو ومامته وقعدت فهمته ايه مصر. لما الولد اتخض من ردك عليه ايه، لا 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 احنا ما نقصدش حاجه، احنا بس هي بتهزر معاكي، واخدوا بعضهم ومشوا. على فكرة الدكتورة دي حد محترم جدا وجميلة جدا، وأنا متابعاها يعني بشوفها كده من وقت للتاني، حد لطيف جدا يعني. فتخيل إن أنت يا بجح داخل واخد تخفيض في مستوصف ولا مكان في خدمات، انت مش هتلاقي الخدمه دي في بلدك، وداخل تقول لواحده احنا بنتكلم براحتنا عشان انت مسيحيه والمسيحيين بيكرهوا مصر اصلهم مضطهدين. انتوا جايين تنقلوا امراضكم النفسيه عندنا في مصر؟ يعني هو ده اللي انتوا جايين تنقلوه عندنا؟ ده غير طبعا الفيديو بتاع جنوب السودانيين بقى، بتوع الجنوب الحراميه العصابات بتاعت الجنوب، نزل على قناه من القنوات بتاعت التلفزيون جنوب السودان بسلاح. دول موجودين في مصر في القاهرة، حتى هم في التايتل المكتوب على الفيديو اللي نازل عندهم على التلفزيون بيقولوا ان فيديو مفزع او فيديو مش حلو يعني. فتخيل ان الاشكال دي عندنا هنا في مصر. كل ده ويقول لي انتوا حاقده على السودان، انتوا بتحقدوا على السودان. طب بلاش يا سيدي انا حاقده وشريره. طب نسمع كده الناس من ضراو، فاكرين الراجل الطيب اللي كان في ضراو بيقول يعني ان في ناس بيوت بتتهد وبيوت بتتبني ويطلع بيوت تانية عشان يأجروها للأفارقة وشغالين لا مؤاخذة في الدعارة. برضو من ضراو طالع واحد، ولكن الحقيقة الاتنين محترمين، ناس محترمة جدا. كلامهم موجه للمصريين اللي بيأجروا للأشكال دي اللي هي المشبوهة، هم عارفين انها مشبوهة وان حرام عليكم مش كده يعني. نفس الكلام بيتكرر. والله العظيم الجماعة الأفارقة ديل يعني مش غلطانين، احنا الغلط مننا احنا. الناس دي لو ما لقيتش حد يبيع لهم ولا يشتري لهم ولا يسكنهم، تمام، ما مش هيقعدوا في البلد. ايه اللي هيقعدهم؟ لكن المشكلة لا، اصبح الظاهر عندنا في ضراو دلوقتي ان انا قاعد في بيت مثلا وليكن اوضتين وصالة، لا ده انا اسيب البيت واروح اجر لي شقة ب2000 جنيه او ب2000 ونص، والبيت ده انا اجيب لي جماعة افارقة مثلا ممكن اجره ب5 وب6، يعني هبقى اكسب 4000 جنيه كل شهر. ما حسبتش ال4000 دي بتخش لك ازاي انت كل شهر، او ال5000 دي او ال6000 اللي انت بتأجر بيها البيت ده، تمام، ما حسبتهاش بتخش لك ازاي. يعني قريب كان في حادث او كان في مشكله، فبتقول له انا هجيب لك، يعني كان الراجل ده مأجر ب10000 جنيه في الشهر، واقسم بالله العظيم من هنا من ضراو، وما فيش داعي ذكر اسماء. فلما عايز يطردها وكده بقول له انا اجيب لك ال10000 من فين يعني متهيألي يا جماعه يعني الكلمه ما ينفعش ان اقولها. فبتقول له بتلوم هي الافريقيه السودانيه دي ولا الافريقيه، بتلومه بتقول له انا اجيب لك ال10000 جنيه من فين كل شهر؟ انت مأجر لي ب10000 انا اجيبها لك من فين؟ ما لازم اعمل كذا كذا عشان خاطر اجيب لك ال10. فيا جماعه العيب فينا احنا، يا ريت نفوق وكفايه كفايه كفايه بجد. اللي بيحصل في ضراو ده بسبب معلش لا مؤاخذه بالكلمه كلاب الجنيه بجد. يعني انا اعرف عماره واثنين وثلاثه في السوق، اقسم بالله العظيم فضوهم اصحابهم عشان خاطر ياجروهم لافارقه وسودانيه، رغم انه عارفين ان فيها سكر وفيها استغفر الله العظيم دعاره، ومن بعد الساعه 12 بيشتغل العرق البلح ده والحاجات المسكرات دي اللي بيشربوها، تمام. بس لا، انا كصاحب عماره او كصاحب بيت مثلا، لما اخذ لي مثلا صاحب عماره اخذ لي 80,000 ولا 70,000 كل شهر، يقول لك يا عم يسكروا ولا يولعوا في البيت. الاستاذ بقى ولا الاستاذه اللي بيقولوا لي انت حاقده على السودان انتوا عايزيننا نشوف كل ده في بلدنا ويعني ونقول امين، نشجعكم مثلا، نجيب عيالنا مثلا ونشتغل معاكم ونبقى منكم فيكم يعني، ونبقى كده البساط احمدي مع بعض، ولا المفروض نعمل ايه؟ ده غير طبعا البوستات اللي نازله اللي على ناس من الدعم السريع، او هم بيقولوا انها تبع الدعم السريع ومتصورين بسلاح ابيض وليهم صفحات والكلام ده كله في اسوان. كل ده وتقولوا لنا حقد على السودان. احقد على السودان ليه؟ يعني اديني سبب واحد او مبرر واحد يخلي جوايا حقد كده على السودان. هل مثلا التطور الاقتصادي، النمو الاقتصادي، الثقافه، التعليم، السياحه، الحضاره، ولا عشان انتوا اصل الهداره فاحنا المستعمرين العرب فانا حقد عليكم مثلا؟ الحقيقه مش عارفه يعني.
ولكن طبعا للحديث بقية، ولكن قبل ما نقولها زي ما بنقولها دايما، كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد قيامة مجيد، وربنا يجعل أيامكم كلها فرح وسعادة ونور ومحبة، ويجعلنا دايما مسلمين ومسيحيين في مصر دايما قلب واحد ومع بعض دايما ومودة وحب، ويجعل بينا كل الخير يا رب، ونلتقي يوم الاثنين يا رب كده إن شاء الله على خير مع الرنجة والفسيخ يا فسايخة. وخلينا بقى نقولها زي ما بنقولها دايما، ربنا يحفظ مصر وجيشها ويحفظكم ويسعدكم جميعا يا رب. أرضي وأنا حر فيها، ولا تلومن إلا أنفسكم